الواحد كان لازم يستنى لما الدنيا تهدى شوية والمشاعر تخف علشان يطلع يقول كلمتين مظبوطين وكلمتين فيهم الخلاصة، يعني على الأقل من وجهة نظري. وطبعا ده ما يمنعش خالص ان انا متحيز لبلدي وعارف ان المنتخب اتظلم في بعض الاجزاء الماتش. بس الكلام اللي يزعل بقى، يعني لو انت خايف تزعل من الكلام اللي هيتقال فممكن متكملش الفيديو. هو الحقيقة يعني احنا اتظلمنا في الماتش في حاجات معينة وحاجات بسيطة وحاجات صغيرة ممكن تكون أثرت بشكل ما على النتيجة، لكن مش هي الأساسية، مش هي اللي خلتنا نخرج. احنا اللي خلانا نخرج ان اخر 10 دقايق احنا وقعنا في كل حاجة، وقعنا بدنيا، وقعنا ذهنيا، وقعنا فنيا، وقعنا في كل حاجة. اخر 10 دقايق انا معرفش ايه اللي حصل. كان المفروض إدارة الماتش تبقى مختلفة تماما 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 بعد ما جبت الجون التاني. المفروض الموضوع كله يختلف تماما، تعمل تغييرات مختلفة تماما. المفروض ان انت تقفل الملعب بشكل مختلف تماما عن اللي انت عملته، بشكل مختلف خالص عن التغييرات اللي انت غيرتها. يعني بعد الجون التاني انت مش عايز حاجة من الماتش، خلاص الماتش المفروض خلص، الماتش المفروض ان هو انتهى. يعني واحد طويل يساعد شوية في الاوفرات اللي عمالة تتلعب علينا دي. يعني انت دلوقتي كسبان 2-0 لحد الدقيقه 80، يعني حتى لو انت متعرض لظلم تحكيمي بس انت كسبان 2-0 لحد الدقيقه 80. بالاضافه ان في شيء كارثي حصل، شيء يعني مش ممكن يعني انت بعد ما دخل فيك الجونين، والجونين اللي دخلوا بالمناسبه هم جونين يعني ما فيهمش اي حاجه خالص، ما فيهمش اي خلاف او ما فيهمش اي غلطات تحكيميه ولا حاجه. جونين لان يعني الارجنتين شدت علينا جامد جدا، فهم جونين. بعد ما دخل فيك الجون التاني وبعد ما تعادلت، انت بتهاجم بناء على ايه؟ انت ايه اللي موديك اصلا ال 18 بتاعهم عشان تقول لي انا ليا بيلن وماليش بيلن؟ هو مش هيديك بيلن في الدقيقه 90. انت ايه اللي مخليك تهاجم بالشكل ده؟ ايه اللي مخلي خطوطك كلها تتفتح وتطلع قدام؟ يعني الجون التالت اللي دخل فينا ده، يعني ايا كان السيناريو بتاع الماتش اللي احنا لعبناه، وايا كان الظلم اللي احنا تعرضنا له، وايا كان البطوله اللي احنا قدمناها، وايا كان العظمه اللي قدمها المنتخب، ايه الجون التالت اللي دخل فينا ده؟ احنا بنهاجم الارجنتين في الدقيقه 90 بناء على ايه؟ علشان يطلع نص الملعب ويطلع المدافعين؟ ايه ده؟ تتلعب عليا هجمه مرتده، يكون واحد ومعاه اتنين يطلع يحطها بدماغه لوحده؟ ايه السذاجه دي؟ معلش ما حدش يزعل مني، انا بتكلم دلوقتي فنيا. انا اتكلمت في الجزء امبارح بتاع التحكيم وبتاع رفع العلم فلسطين، وده جزء بس مش ده الجزء الاساسي اللي احنا خرجنا على اساسه. احنا يا جماعه فنيا اقل بكتير من الارجنتين، وانت كسبان 2-0 لحد الدقيقه 80. ف يعني دخل فيك الاول ما عملتش اي تغيير لا في نص الملعب ولا ورا، دخل فيك التاني ما عملتش اي تغيير لا في نص الملعب ولا برضه رجعت حد في الدفاع ولا نزلت حد يدعم الدفاع. بل بالعكس بتهاجم الارجنتين في الدقيقه 90. يعني انت عايز تخلص الماتش في الدقيقه 90؟ طب خلاص ادخل اكسر تايم ورتب اوراقك. ادخل اكسر تايم ورتب اوراقك وشوف تغييراتك وشوف اللعيبه اللي وقع خالص 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 منك وانت لسه باقي عليها في الملعب. يعني ايه الاندفاع الجنوني اللي حصل في اخر 3 4 دقايق ده علشان تهاجم الارجنتين وعشان عايز تخلص الماتش؟ باي منطق يعني؟ باي منطق؟ في كمان نقطه عايز اتكلم فيها، وهي نقطه ان اللعب مش فير وان انت اتظلمت وان الفيفا ظلمتك. طب ما انت عارف ان الفيفا هتظلمك. يعني انت عارف ان انت راح تلعب في امريكا، وعارف ان انت بتلعب في كاس عالم، وعارف ان انت بتلعب في منظومه مش عادله. انت نفسك في المنظومه بتاعتك انت مش عادل فيها، فعايز المنظومه العالميه تنصفك على اي اساس؟ يا جماعه لازم يكون في اعداد نفسي للعيبه واعداد نفسي للمدربين، ان انت اصلا بتلعب لعبه مش فير. فانت عايز تاخد حقك بناء على ايه؟ انت قدم كل اللي عليك على كل المستويات،
على كل المستويات، ونتيجه بتاعت ربنا. لكن ان انت تكون رايح وبتلعب مع الارجنتين ومتخيل ان انت هتتنصف او ان انت هتاخد حقك، فدي مشكله اصلا. دي مشكله عندك مش عندهم على فكره. وهم عندهم من البجاحه يعني اللي يخليهم يكملوا عادي. قبليها بيوم الرئيس الامريكي اتصل قال لهم الغوا الطرد، فلغوا الطرد. فده قبلها قبل ماتشك انت بيوم، فانت مستني ان هم ينصفوك على اي اساس؟ محدش يزعل من الكلام، بس دي الحقيقه من وجهه نظري، دي الحقيقه من وجهه نظري. الحكم ظلمنا في حاجات، لكن الحاجات دي مش هي اللي خرجتنا من الماتش، مش هي اللي خرجتنا من البطوله. وكان من الممكن ان انت تعمل تغييرات كويسه، كان من الممكن ان انت تدير اخر 10 دقائق بشكل افضل من كده، كان من الممكن ان انت بعد ما تعادلت تدخل اكسترا تايم، ما تروحش تندفع للهجوم. كان في حاجات كتير ممكن تحصل، بس هو قدر الله وما شاء فعل. واحنا يعني المفروض نبني بقى، يعني احنا المفروض نبني على اللي حصل، ان احنا قادرين نلاعب اي حد وقادرين نكسب اي حد. فنبني منتخب قوي، نبني لعيبه قويه، والاهم من كل ده ان احنا نبني ذهنيه علشان تقدر تنافس المستويات اللي بره. سلام عليكم.